هلو يا حلوات، ازيكم؟ بصوا بقى، ده فيديو صغير بس مسرعه شوية عشان نشوف شكل الشعر بعد ما بيتعمل بيبي ليس. بيبقى شكله عامل ازاي. طبعا انا ما بستخدمش المكو الا السشوار، وما بقعدش اهلك في الشعر واكوي واعمل وانعم خالص. انا بس بعمل بيبي ليس لغرض التشكيل مش التنعيم، وهناك فرق. شايفين بعكس البيبي ليس ازاي، وبلف الشعر جوه في قلب البيبي ليس عكس اتجاه الوش، وبنزل بيها لتحت. ودي احسن طريقه طلعت كيرز بتدوم فتره طويله. كمان انا بشتغل على حراره متوسطه، يعني المره دي اشتغلت على حراره عاليه شويه عشان البنوته كان يوم فرحها، فكنت عايز اظبطه لها عشان تلبسها على طول، ويا دوب بس تعملها شينيون او ترفعها، فعليت الحرارة شوية. ولكن في العادي أنا بستخدم حرارة عادية، هي مش محتاجة أي حاجة. وده شكلها، شايفين التفاصيل اللي فوق عاملة إزاي؟ يعني انتوا متخيلين، انتوا يعني قادرين تشوفوا ان الشعر حقيقي زي ما يكون طالع من راسها. دي باروكات شعر طبيعي من ايجي ويج. انا ما بتعاملش في الشعر نهائي او باروكات غير من ايجي ويج. تفاصيلها يا جماعة عالية وسلسة معايا وجميلة، والشعر في قوة احتمال رهيبة تقعد معاك سنين. لازم تطلبوا وتقتنوا قطعة من ايجي ويج، علشان دي ماستر بيسز، قطعة فنية. قعدت اغير بقى في شكلها كده، واحط لها شوية ميك اب عشان التصوير، وهنزل لكم بالصور على صفحة الفيسبوك ايجي ويج وعلى انستجرام. اللي وصل لحد هنا انتوا اجدع ناس، اعملوا لي قلب عشان اعرف مين فيكم اللي وصل لاخر الفيديو. سلام.